السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نشارك معكم حلوى اقتصاديه بالفراوله، ما تكلفش بزاف وفيها قيمه غذائيه صحيه لانه راح نستعملوا فيها فراوله. وهذه الحلوى تجي خفيفه وشكلها شباب. ما راحش نستعملوا فيها البيض، راح نستعملوا الزيت. راح نعطيكم سر من اسرار نجاح الحلويات اللي مخدومه بالزيت. تبعوا الفيديو للاخير. نحتاج في هذه الوصفة حوالي 400 حتى 420 غرام فرينة، مغرفة كبيرة سكر، ومغرفة صغيرة خميرة الحلوى حوالي 5 غرام، ومغرفة صغيرة من معطر وملون بذوق الفراولة، 100 مليلتر عصير الفراولة. هنا الفراولة كنت غسلتها قطعتها ورحيتها بالبراميكسور وجوزتها في الباسوار. نحتاج أيضا 200 مليلتر زيت، 50 غرام مربى الفراولة، 4 مغارف حتى 5 مغارف كبار مايزينا. للحشو نحتاج مربى الفراولة ونواه كوكو، والتزيين نحتاج مربى الفراولة أيضا ونواه كوكو. كنت لونته من قبل بمعطر وملون بذوق الفراولة. راني حاطة في القناة فيديو لطريقة تلوين نواه كوكو، تسيبوا رابط الفيديو في أول تعليق. ودوك نجيو لطريقة التحضير. نجيب ريسيبيون نحط فيه السوائل. هنا حطيت الزيت، ضفت له عصير الفراولة، مربى الفراولة، نزيد السكر ومعطر الفراولة ونخلطهم مع بعض مليح حتى يولوا بهذا الشكل. ودوك نضيف لهم المايزينا ونخلط حتى تندمج، وبعدها نبدا نضيف الفرينه وخميره الحلوى ونخلط المكونات مع بعض. كما راكم تشوفوا هذه الحلوى سهله التحضير، تخدميها غير بالفوي. هنا راني نلم في العجين، نلموه فقط ما نعجنوش، وهذا هو شكل العجين. تكون طريه. نغطيها ونخليها ترتاح حوالي 10 دقائق حتى لربع ساعه. نروحو درك نحضروا الحشو. ونجيب نواة كوكو نضيف له مربى الفراوله بهذه الطريقه ونخلطهم. الخليط هذا ما يكونش ناشف بزاف، يكون بهذا القوام كما راكم تشوفوا. وهنا بعد ما ارتاحت العجينه نشكل كرات وزنها 30 غرام. انا راح نستعمل هذا المول على شكل مثلث، راح يسهل عليا الخدمه. نتوما المول اللي يكون عندكم خدموا به، بار اكزومبل المول تاع لي سوفلي تقدروا تخدموا به عادي. نجيب كره العجين نحلها بالرولو بهذه الطريقه ونحطها هكذا في المول، ونحط في الوسط ملعقه صغيره من الحشو ونغلق المول ونحي الجوانب بهذا الشكل، وهكذا حتى نكمل كامل الحلوى اللي عندي. هنا بعد ما كملت ندخلها الفرن. طبعا كنت شعلته من قبل ونخليها طيب من ربع ساعه حتى 20 دقيقه. وهذه هي الحلوى تاعنا بعد ما طابت. نخليها تبرد وبعدها ندهن الوجه تاع الحلوى بمربى الفراوله وندردر عليها نواة كوكو بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. هذه الحلوى ما فيهاش البيض، فيها غير الزيت. والحلوى اللي نخدموها بالزيت وما فيهاش البيض السر نتاعها باش تنجح هو المايزينا. يعني حلويات الزيت لازم نضيفوا لها المايزينا باش تعطينا لا ليزون بين المكونات، لانه لو ما ضفناش المايزينا الحلوى تاعنا راح تشقق وما تحافظش على الشكل نتاعها، والزيت هذاك يخرج كامل من العجينه. هذه الحلوى اقتصادية وسهلة التحضير، مناسبة للعيد. وهذا هو الشكل النهائي للحلوى تاعنا، تجي بزاف هشيشة وخفيفة. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ودمتم سالمين.